خرافات المصريين. كلنا عارفين إن عندنا كتير من المعتقدات اللي بنصدقها واللي مش ممكن نوصفها إلا بالخرافة والأسطورة. والخرافات دي بتفضل تتنقل من جيل بعد جيل ويصدقها الجميع ويحفظوها، رغم إنها مجرد أقوال مجهولة المصدر. والنهاردة جمعنا لكم مجموعة من الأساطير والمعتقدات دي الثابتة عن أجدادنا وأبائنا، وما قدرناش نغيرها ولسه بنسمعها لحد دلوقتي. ده كمان كتير منا لسه بيعملها من غير ما يسأل نفسه عن السبب اللي خلاه يعملها، ولا هو إيه الأساس اللي بنى عليه أهلنا المعتقدات دي. وأول معتقد: رفة العين دليل على مكروه هيصيبك. من أغرب العادات والأساطير اللي بيصدقها المصريين هي رفة العين، اللي معناها إنها نذير سيء أو طيب لصاحبها. فإذا كانت العين الشمال هي اللي بترف فده نذير شؤم، أما لو كانت اليمين فده بشارة ودليل على أن في أخبار كويسة في الطريق. ومن الصعب نلاقي تفسير منطقي للخرافة دي، ويمكن تكون الخرافة متعلقة باليسار واليمين، لأن معظم الناس اتعودوا منذ القدم على التفاؤل بالجهة اليمنى والتشاؤم من اليسرى. لكن علميا مفيش علاقة لرفة العين بالفرح أو الحزن، هي مجرد اختلاجات لا إرادية سببها إما التهابات في العين وإما قلة نوم وإرهاق. ومش بس العين هي العضو المرتبط بأخبار الشؤم أو الفرح، الودان كمان ليها نصيب من ده. فبعض الناس بيقولوا إن طنين الأذن اليمنى بيعني إن في حد بيمدحك ويشكر فيك، أما طنين اليسرى فمعناها إن هناك شخص بيغتابك ويشتم عليك. وبعيد عن ده فإن طنين الأذن طبيا ربما كان دليل على التهابات الأذن أو ارتفاع ضغط الدم، وكمان التعرض الطويل للضوضاء. والخرافة التانية هي الكنس بالليل بيزعج الملايكة. بعض الناس بيشيعوا بعدم جواز الكنس بالليل بحجة إن ده بيزعج الملايكة ويجلب الشؤم للبيت، وده على اعتبار إن الملايكة زي البني آدمين بتنام بالليل، وعشان كده لا يجوز إزعاجها بالكنس عشان ما تنصرفش وتنعدم البركة من البيت. والخرافة اللي بعد كده هي الشبشب المقلوب والمقص المفتوح. ما تقلبش الشبشب، ما تقفلش وتفتح المقص كتير، عبارات بنلاقيها بتتردد داخل كتير من بيوتنا المصرية، والبعض بيتناولوها على إنها معتقدات بتجنبهم الشؤم والحظ السيء، وهي في حقيقة الأمر مش أكتر من كونها مجرد خرافات بالية. فخوف المصريين من فكرة النعل المقلوب ظنا إنه بكده بيتم حجب دخول الملائكة للبيت، لأن الجزء المتسخ بيكون مقابل للسماء. أما قفل وفتح المقص كتير فده أمر كفيل بجلب الحظ السيء في المكان وللشخص اللي بيقوم بالفعل ده، ودي طبعا خرافة. والخرافة اللي بعد كده هي رش الملح بيسبب النحس. رش الملح خرافة قديمة بدأت من العصور الوسطى، لما كان الملح سلعة استهلاكية غالية جدا وبتستخدم في العلاج، وعشان كده كانت بتكثر التحذيرات
بعدم نثره أو سقوط أي شيء منه بحجة إن ده هيجلب الشؤم أو النحس. ووقتها كان واحد من الإجراءات الطبية هو رش الملح على الكتف الشمال، ولو ما فلحش ده كان أفضل تاني إجراء هو رش الملح في عين الأرواح الشريرة المسؤولة عن التسبب بالمرض. وبيشاع إن الاعتقاد ده جه من قصة يهوذا اللي رش الملح في العشاء الأخير للسيد المسيح. ومع مرور الوقت بدأ استخدام الملح المنثور أو المرشوش في الأفراح والاحتفالات بالمواليد الجدد أو السبوع كنوع من إبعاد الحسد والحاقدين. وهنكتفي النهاردة بالخرافات دي، ونوعدكم الفيديو الجاي هنجمع لكم خرافات تانية من أشهر الخرافات والأساطير المعششة في دماغ المصريين. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.